ورجعنا لكم بمقطع سبايس يا رجل. مقطع اليوم عبارة عن جلد الكتالونيين أو البرشلونيين. كروح ريال مدريدي وكمشجع لريال مدريد أحب أقول لك إنه إحنا إذا خسرنا مباراة ولا مباريتين مقارنة بتاريخ الرياليين الحافل، يعني إحنا إذا هايطنا عليكم ولا إذا رسلنا لكم مقاطع ريال مدريد قاعدة تجلد برشلونة، هذا الواقع اللي بيحصل. مشكلة البرشلونيين أو الكتالونيين مجرد ما يلقى الفوز كأنه طفل محروم من أمه. أول شيء تلاقيه دخل على صاحبه الريالي يقول لك شوف يا الريالي أنتم خسرتم وإحنا كسبنا. يا حبيبي يا كتالوني، إحنا إذا خسرنا مباراة بنعوض بالثانية والثالثة والرابعة. طبعا أنا مش منزل المقطع هذا قاهر أو شيء، أنا منزل المقطع هذا قاعد أطقطق عليكم أقسم بالله. المشكلة وين يا عزيزي؟ في 3 أصحابي كتالونيين، طبعا ال3 السوريين هذول أصحابي رسلوا لي نفس المقطع بشاهده معاكم الآن. مدريد تكفى، لا تحسسني انك مصدوم. خلاص لمتى برشلونة يدقك دق ويغني على ظهرك وللحين تسوي نفسك كن هذه اول مرة؟ استحلى. اوه بيبي، صراحة انجلدت انا والله، صرت ببكي من عمري 4 سنوات. انا ما امشي 4 سنين ما امشي. تستهبل يا الكتالوني، نسيت ماضيك يا أنا بديش أخرج المنبش، خليني ساكت. عشان كسبت مرة ولا مرتين خلاص صرت شفت نفسك ماخذ كؤوس الدنيا يا رجل. تعالوا نكون جديين شوي. اللي يحب يشوف الحقيقة، الكلاسيكو مو شعارات رسميا. ريال مدريد فاز 103 مباريات مقابل 102 فوز لبرشلونة في كل المنافسات. الدوري كأس الملك السوبر للبطولات الأوروبية، يعني فرق بسيط جدا، بس كافي ليثبت من اللي عنده اليد العليا تاريخيا. التعادلات كانت حوالي 52 مباراة، لكن لما تحسب السيطرة على اللحظات الحاسمة في الدوري الأسباني آخر المواسم كأس السوبر مباريات الضغط العالي، الريال يطلع دائما بالنهاية منتصر. الأرقام تقول بصراحة حتى لو البرشا يحلم بالسيطرة، ريال مدريد هو اللي يثبت إنها الأقوى على المدى الطويل، والفرق بسيط بس مؤثر. وطبعا يا شباب الآن بيجي صاحبي الكتالوني يكتب تعليق يحاول يبرر البرشلوني ويحاول يذكر الرهان التافهة اللي حكيناها أنا وياه في الجروب، وراح يسمع فيني في التعليقات، فلا تصدقوه. سلام. We not the same, my nigga, my word was all that I had. I broke up with broke, I've been two in the having and good with the math. I count up the niggas who fronted on me doing bad. Look. كذا لفتني مقطع واحد قاعد يتكلم على منظمة SCB تحتوي وحوش وكائنات خارقة ومش عارف ايش والتخبيص. قلت ما هذا يا رجل، ما هذا؟ دعني أدخل لأرى ماذا هناك. ألا وأدخل يا أيها الشباب الطيبون وأرى غلاما يتكلم عن منظمة